بعد اختفاء الصحفي كريم، السلطات قررت تقفل المعرض اللي كانت فيه اللوحة وتخليها في غرفة مقفولة داخل المتحف تحت الحراسة. لكن بعد أسبوع، الحارس اللي كان بيشوفها كل يوم بدأ يحس إن في حاجة مش طبيعية. كل ليلة البنت المرسومة كانت بتغير شكلها شوية، مرة بتضحك مرة بتعيط، ولما بص فيها كويس شاف إن في الخلفية بقى فيه وشوش جديدة، وشوش آدم، ليلى وكريم. قرر الحارس يجيب تليفونه ويصور اللي بيحصل، لكن أول ما وجه الكاميرا ناحية اللوحة، الكاميرا فصلت والنور في القاعة بدأ يترعش، ومن جوه اللوحة سمع صوت جماعي بيقول: لسه في مكان فاضي. رجع الحارس خطوة، بس الأرض بدأت تهتز واللوحة وقعت على الأرض واتفتحت زي باب. من جواها طلع بخار أسود على شكل وشوش بتصرخ، وبعدين حاجة سحبته لجوه اللوحة بعنف. تاني يوم الشرطة لقت اللوحة معلقة مكانها، بس فيها وش جديد، وش الحارس، وفي الركن السفلي كان مكتوب بخط دم: كل اللي يشوفنا هيبقى واحد منا. ومن وقتها أي حد بيبص على الصورة الأصلية للوحة في الإنترنت بيقسم إنه شاف عين البنت بتتحرك.